السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. يا دي حيرة الاكل، وكل يوم نحتار نعمل اكل ايه النهارده بقى قلت هعمل معاكم كده كبدة اسكندراني، بس هعملها ايه بتركاتي وبطريقتي انا الخاصة. بس قبل ما ندخل ونشوف هنعمل ايه، نسمي الله ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وادي كل مقاديرنا الجميلة. وادي اللي قدامكم ده كده كيلو كبده عصافير. انا بحبها النوع ده، بحبها العصافير، ما بحبهاش المربعات، ما بحبهاش الكبير. يعني انت على حسب ما انت بتحبي. وادي البهارات اللي انت بترتاحي فيها. انا مش هحكمك ببهارات، ملح، كمون، فلفل اسمر، شطه، كاري، بابريكا، اللي انت بترتاحي فيه. وادي اهو كده انا عندي هنا ده ايه التوم، وعندي الليمون وفلفل اخضر سبايسي كده او بارد برضو اللي انت بترتاحي فيه. وطبعا الكبة عندي بايظة، فقلت اعمله في الهون زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. جبت كل البهارات الجميلة اللي انتوا شايفينها على التوم والفلفل وحبة خل، وادي الليمون زي ما انتوا شايفين كده. هعصر قيمة ليمونتين. وما تستغربوش انت وهي ان انا بعصر بايدي الليمون. انا ما بحبش العصارة بتاعت الليمون اللي هي الحديد دي، بصراحة بحس انها ما بتعصرش قوي، ما بتجيبش كده خلاصة الليمونة. انا حاكمة ايدي كده يا جماعة والله، وبعصر الليمونة بجيب خلاصتها بصراحة. فانا قلت ايه هعصر ايه، انا على فكرة هي عندي مش مشكلة نعمل، بس انا بحب كل حاجة اعملها بايدي. تحس ان الام لما بتعمل الحاجة بايديها بيبقى الحاجة فيها بركة، سبحان الله كده من عند ربنا. جبت اهو بقى الكبدة بتاعتي زي ما انتوا شايفين، وعصرت برضو عليها قيمة ليمونة عشان تشيل الزفارة اللي فيها. تمام كده، تشيلي البذر منها كده وتروحي عصره الليمونه وسيبيها بقى لغايه ما انت تعملي التتبيله اللي احنا عملناها مع بعض في الهون. ضربت التتبيله مع بعض كده في الهون بقى، بس ما رضيتش اجيبها لكم عشان الصوت والكلام ده كله. تمام. انا قلبت الليمون في قلب الكبده هون، وهركنها بقى لغايه ما اجيب التتبيله الحلوه بتاعتنا. ادي التتبيله هي، شوف بص جميله شكلها، وعايزه اقول لكم ريحتها كانت روعه. هجيبها واحطها كده على الكبده زي ما انتوا شايفين وهقلبها. عايزه اقول لكم طريقتها سهله جدا، ممكن بتريكات بسيطه جدا تخلي حاجتك دي ولا اروع، وريحتها ونفسها بيودوها في حته تانية خالص. بدل بقى بلاش بقى اللي على النت يقول لك حطي على الكبده لبن عشان تشيلك الزفاره. الكلام ده كله كلام، والله كلام كله فاضي. مفيش احسن من الطرق العاديه بتاعتنا، بس بتريكات بسيطه وبصنع ايدك انت هتعمليها لاولادك بحب كده، تطلع احلى حاجه. جبت هنا بقى صينيه زي ما انتم شايفين بحبه زيت. الزيت لازم يقدح قوي، لازم مش يعني يسخن قوي، عشان اللي مش فاهم يعني كلمه يقدح، يسخن قوي يا جماعه. تمام. لازم تسمعي الطشه بتاعت الكبده كده لما تنزليها كده في الزيت، لازم تسمعي الطشه بنفسك. ليه؟ عشان الكبده لو الزيت مش سخن هتسرد هيسرد دمها. فلا، لازم يبقى سخن قوي، درجه حراره عاليه جدا عشان تنزليه وتفرديها. مجرد بس ما تفردي الكبده بتاعتك زي ما انت شايفه كده، افرديها كويس قوي في الصينيه. وفي الاول كده هنعلي النار، وبعد كده هنهدي. اصلا الكبده ما بتاخدش 10 دقايق على النار، خلي بالكم يعني ما بتاخدش حاجه خالص. هي الكبده الاسكندراني كده. انا فردتها اهون، وطبعا معليه النار في الاول بعلي النار لغايه ما احس اني الطبقه اللي تحت دي حاسه انها كده جمدت كده شويه، وبحيث ان انا اقدر اقلبها زي ما انتوا شايفين كده. اقدر ان انا بقلب بحرص برضو، مش بقلب بغشوميه ولا جامد، لا بقلب بالراحه. تمام. ببتدي بقى في الوقت ده اهدي النار، يعني اول ما احس خلاص انها ابتدت معايا انها تتقلب بسهوله، خلاص كده ابتدي بقى اوطي النار. تمام كده حبايبي. انا هديها كام تقلبتين كده زي ما انتوا شايفين كده. وعايزه اقول لكم الريحه بقى كانت جباره، والله العظيم كانت جباره. كبده اسكندراني يعني عايزه اقول لكم احلى من الشارع، لما اللي بتتباع في الشارع دي انت مش بتبقيش عارفه مصدرها اصلا. انما انت بايدك انت بتعملي كل حاجه، حتى بتعمليها الام بتعمل كل حاجه بحب كده للعيال، عشان كده بتطلع طعم وريحه وحاجه كده ونفس.
انا اهو شوف بقى كده هي بقى ايه ابتدت تسرد، مش ميه، لا تسرد الزيوت اللي فيها فوائدها يعني. لما ابتدت تخش في السوا شويه نزلت بقى بالفلفل السبايسي بتاعي. هي يعني عامه الناس، انا عن نفسي بحب الكبده تبقى سبايسي. انت بتحبيها بارده، هاتي فلفل اللي هو الرومي عادي. او ممكن في ناس بتروح بتحب تحبشها بقى تجيب فلفل الوان احمر واصفر والكلام ده، بتبقى طعمها احلى كمان او بتبقى شكلها احلى. بس انا بصراحه ما كانش عندي غير فلفل اخضر، وانا كمان بحبها كده، فرحت ايه عاملاها ورحت ايه مقلباها واستوت. ما تاخدش 10 دقايق على النار. وادي الشكل النهائي. جبت بقى فينو، انا لازم ادلع الدنيا بقى. جبت فينو كده سخن كده من الفرنه، وعملت جبت ادي هون. طبعا انا عايزه اقول لكم بالليمون حاجه تانية. الكبده لما تيجي وتحطيها في الفينو كده وتعصري عصره ليمون، اقسم لك بالله حاجه تانية روعه بالنسبه لي انا، حاجه تانية بصراحه. وجبت طحينه اهو انا اللي عاملاها برضك، ورش بقى طحينه وسلطاتك وبابا غنوجاتك وايه، ودلعي نفسك بقى ودلعي عيالك. عايزه اقول لك يعني الشيف مش هيعرف يعمل اللي انت بتعمليه في البيت. عايزه اقول لك كانت طعمها جميل جدا، حلو قوي، وعجبت الاولاد بشكل كبير قوي قوي قوي. وقومي يلا انت كمان قومي هاتي كيلو كبده او نص كيلو كبده على حسب ما انتوا قد ايه. انا كان عشان عندي اولادي كلهم فكنت عملت كيلو يعني. تمام. ودي هو بصوا بقى المنظر. انا عايزه اقول لكم انا وانا بكلمكم كده انا جوعت، انا كده جوعت يا حبيبه قلبي. وان كنت وصلتي معايا لغايه هنا انا عايزه اللايك بتاعك بيشجعني كتير قوي، والكومنت الحلو بتاعك بستناه منكم، وعايزه تشجيعكم ليا. وبحبكم في الله كتير قوي. كل سنه وانتم طيبين. بحبكم في الله كتير قوي. وباي احلى متابعين في الدنيا.